افرح يا لجنة الأندية، الأهلي خلاص بيودع بطولة أفريقيا. افرح يا اتحاد يا كورة، الأهلي الزامبي مش الأهلي المصري بيودع بطولة أفريقيا. الزمالك لو صعد بيقولوا لنا بقى الزمالك المصري ومش هينفع نأجل ماتش للنادي الأهلي، الأهلي بيخسر 5-2. اللعبة ما جاتش. بس بالله عليك قبل ما نبتدي الفيديو بالله عليك تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخير ما نبدا الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. افرح يا رابطه الانديه، افرح يا كابتن عماد متعب، افرح. انا مش هلوم، بص انا هلوم على اللعيبه، هدي جزء للعيبه، بس قبل ما اقول اللعيبه هقول الاسباب اللي ادت ل 5-2. في الفيديو اللي فات انا قلت لك ايه؟ قلت لك انا خايف من الاهلي من الاجهاد الذهني والاجهاد العضلي. الاجهاد الذهني، اللعيبه مش قادره تقف على رجليها، بقول لي بقى الزمالك لما يصعد بقى انك هتاجل له ماتش، اصل الزمالك بيلعب في بطوله افريقيا، انت ما رضيتش تاجل ماتش المقاولين. لا اللي راح السودان جه من كاس العالم للانديه على السودان 72 ساعه ولا 48 ساعه، راح لعب اسوان وراح رجع 48 ساعه، راح لعب القطن، بعد كده راح لعب 48 ساعه، راح لعب في الدوري، بعد كده راح لعب صن داونز. هو في ايه؟ وبكل بجاحه رابطه الانديه تقول لك اصل احنا متفقين ان احنا مش هنأجل، وحضرتك مش اجلت ماتش الزمالك وسيراميكا عشان ماتش الترجي. يا ناس يا ضلاليه يا اللي بتضحكوا على نفسيكوا. الاهلي ما جاش النهارده، اللعيبه كلها ما جاتش، اللعيبه كلها وانط. الدفاع بايظ، نص الملعب مفيش ربط بين الدفاع مع الوسط مع الهجوم، مفيش اي حاجه. وقلت انتوا بتلعبوا فرقه اللياقه البدنيه بتاعتها عاليه وعاليه جدا، بتعرف تطلع بالكوره، احنا مش عارفين نطلع بالكوره النهارده. الوحيد اللي راح جنوب افريقيا من النادي الاهلي هو بيرسي تاو، اللي الناس كلها كانت عماله تشتم فيه. محمد هاني مع محمد عبد المنعم، بص اللعيبه قراراتها مفيش. انا بقول لك بص، ما هو ده بقى الاجهاد الذهني اللي بقول لك عليه، هو ده الاجهاد الذهني. الاهلي ما يستحقش الفوز النهارده، الاهلي ما يستحقش الفوز. ليه؟ كل ما نروح نلاعب في افريقيا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها نفس المشكله. مشكله ايه؟ ضغط المباراه. اصل انت مش مصري، اصل انت مش عارف ايه، ما ينفعش ناجل لك، ما ينفعش ننهي الدوري، وانت بتنهي الدوري اصلا في ميعاده، وانت حضرتك بتنهي الدوري في ميعاده. يا عالم فوقه اسمه الاهلي المصري. الاهلي المصري بيتقال كده والله، ما بيتقالش اي حاجه تاني، ما بيتقالش الاهلي التونسي. يا رابطه الانديه فوق الاهلي طلع خلاص، ارتحتوا خلاص. الاهلي بقى كده هيكسب بقى، مش بارادته بقى، بنتاج الفرق الثانيه. لازم الهلال يتغلب من سان داونز، وده ما ينفع. بص انا بقول لك مش هيحصل. ولازم الاهلي يكسب القطن بالمستوى ده. احنا مش هنكسب القطن الكاميروني، مش قادر اللعيبه تشيل رجليها من على الارض، قرارات كلها غلط، الدفاع شوربه، الجون مفيش جون واقف. محمد شناوي بيتفرج على الكوره وايه ده؟ الجون الاولاني يا عم محققها يا شناوي، فين حارس مصر الاول؟ وفين؟ انا مش هلوم على المدير الفني، هقول سنه اولى افريقيا وما يعرفش الاجواء وما يعرفش. بس هلوم على الكابتن محمود الخطيب. ليه الكابتن محمود الخطيب؟ انت في الاداره شايف ان في جهاد، وشايف ان في اتخذ قرار يا عم، اتخذ قرار. انت ما بتشوفش كان رئيس نادي الزمالك بيعمل ايه؟ بيأجل زي ما هو عايز، الحكام زي ما هو عايز، كل حاجه زي ما هو عايز. احنا مفيش. احنا النادي الاهلي، نادي المبادئ، ما ينفعش وبيجي على دماغنا في الاخر. اللعيبه مش قادره تشيل رجليها، والله ما قادره تشيل رجليها خالص. ولا محمد شريف ولا عبد المنعم ولا محمد هاني ولا علي معلول ولا حمدي فتحي ولا الكندوسي. وبنقول وقلنا وهنقول تاني، صن داونز نقطة ضعفها في الدفاع، اضغط عليهم هتاخد منهم الكورة. ما كناش بنضغط، مش عارفين نطلع بالكورة. شفت هما بيعملوا، بيطلعوا بالكورة صح،
بيطلعوا بالكرة صح، واي لاعب بياخد اللاعب بتاع النادي الاهلي بظهره. اي لاعب من صن داونز بياخد اي لاعب من النادي الاهلي بظهره ويلف بيه ويعمل اللي هو عايز يعمله. الترقيص على بص على كل شكل ولون. مش هو ده الاهلي، مش هو ده الاهلي، من حراسة المرمى لحد المهاجم، لحد المهاجم. اللعيبه مش شايفه نفسها، اللعيبه اصلا ما جاتش، اللعيبه اصلا شكلهم كانوا هنا وبعتنا ناس ثانيه، مش الاهلي ده اللي بيلعب. بقول لك بيرسي تاو الوحيد اللي جه. بيرسي تاو اللي الناس كلها كانت عماله تشتم فيه هو الوحيد اللي جه. سبحان الله، سبحانك يا رب. راجل كان شغال زي الفل، جون وكره في العارضه وبيرفع وبيرقص وبيعمل ويسوي وتيت تيت، شغال زي الفل. هو الوحيد اللي جه. هات لي حد تاني. مفيش ولا اي لاعب في النادي الاهلي. مش عارفين نطلع، يا لا مش عارفين نطلع بالكوره. قراراتنا كلها غلط. هات الاجوان كلها ما اعرفش. اللاعب بيرقص في ال 18. هو في ايه يا جدعان؟ هو في اللي عايز يرقص يرقص، بقول لك على كل شكل ولون الترقيص. اللاعب اللي عايز يرقص يرقص اي حد. بيطلع بالكوره صح زي ما قال الكتاب. بيضغطوا عليك زي ما قال الكتاب. وتوسمنا خير، قلنا الحمد لله التعادل. لا يروح جاي فيك الثاني وجاي فيك الثالث. يا سلام، بدأ الشوط الثاني قلنا اهو التغييرات هتبتدي، نزل قفشه وعبد القادر والدنيا ابتدت تتحرك. بيرسي تاو جاب جون، قلنا طيب هات تعادل جاي، احنا عايزين نقطه. بص احنا وصلنا ايه؟ للنادي الاهلي عايز نقطه، مش عايز يكسب. خايف مش هنقدر نكسب. النادي الاهلي مش هيقدر يكسب. شفت احنا وصلنا لحد فين؟ جه الجون الثاني خلاص 3-2. حلو قوي كده. تشد حيلنا بقى شويه عشان نجيب ايه؟ نجيب الثالث ونتعادل. اللعبه تريح شويه، راح جاي فينا الجون الرابع. طب يا جدعان شدوا حيلكم الله يرضى عنكم شويه. انا قاعد وعارف ان الاهلي مش هيتعادل، لان مش اللعبه بقول لك ما جاتش، اللعبه مش موجوده. هو ده عبد المنعم، ياسر ابراهيم، هو ده ياسر ابراهيم. دفاع شوربه، هو ده محمد هاني. وانت محمد يا هاني انت بتلعب بس في كاس العالم للانديه، بعد كده ما بنشوفكش. هو ده علي معلول. الثلاثه اللي في النص. ديانج يا عم ريحه، عايز يمشي. ديانج بقى نقطه ضعف في النادي الاهلي. اليو ديانج بقى نقطه ضعف في النادي الاهلي. قراراته كلها غلط، بيباصي غلط، كل حاجه بيعملها غلط في غلط. من ساعه كاس العالم وماتش ريال مدريد ما جاش. اليو ديانج ما جاش، بقى ضعيف، مش عارف يباصي، ولما بيباصي بيشوط الكره في اللاعب اللي قدامه. هو ده حمدي فتحي، هو ده القندوسي، هو ده طاهر. ايه يا عم ده طاهر ما جاش. احنا كنا بنلعب ناقصين. هو في ايه؟ بيرسي تاو بقول لك الوحيد اللي جه. محمد شريف دخل جون، بعد كده ما شفناهوش لان مفيش حاجه بتوصل له. مفيش حاجه بتوصل لمحمد شريف. ما حرام نظلم اللاعب المهاجم. طالما مفيش حاجه بتوصل لك ما انا مش هلومك بقى، ما انا مش هلومك. بس كان لازم المدير الفني يبلغ الاداره ان اللعيبه عندها اجهاد. اصل انا مش هلعب وخلاص. انا بقول لك انت حضرتك بتلعب، جيت من كاس العالم للانديه، سافرت على السودان، جيت من السودان 3 ايام بالظبط والله ولا يومين، رحت لاعب ماتش اسوان. حتى انت ما جيتش على القاهره، لا انت رحت راجع على اسوان. رحت جاي هنا لعبت مش عارف صن داونز، اتعادلت بعدها ب3 ايام. رحت لاعب ماتش في الدوري بعدها ب3 ايام. رحت لاعب القطن الكاميروني. الاهلي قال لك كفايه رابطه الانديه، حرام عليكم، عايزين ناجل ماتش المقاولين. يا عالم يا كفره، ده احنا برضو مصريين زيكم. لا مش هنأجل، احنا بنأجل لفرقه واحده بس. اصل احنا اتحاد كوره لفرقه واحده، مش اب لكل الفرق. لا احنا مش هنأجل يا جدعان. لا مش قادر اشير على رجلي. لا مش هنأجل، اصل احنا متفقين ان احنا ما نأجلش. يا عم انت أجلت للزمالك. لا انا مش ناسي، انا مش واخد بالي. يروح الاهلي لاعب المقاولين، والاهلي اصلا بيلعب المقاولين ومش اللعيبه مش قادره تلعب. ده احنا شفنا الاهلي بيدافع في مباراه المقاولين. مش هو ده الاهلي. مش عارف بقى دي تعليمات من المدير الفني ولا تعليمات من مين. الاهلي مش قادر يشير رجليه، مش قادر يلعب. النادي الاهلي اللعيبه خلاص. ما انا بقول لك التفكير الذهني بيأثر على اللياقه، بيأثر على كل حاجه. لعبنا ماتش المقاولين، رحنا مسافرين على سان داونز وعارفين ماتش مهم وماتش مصيري.
برضه مش هنأجل لك يا عم الحاج. حاضر. والاداره حاضر. قالوا مع الاداره حاضر ايه؟ هو ايه اللي حاضر؟ هو ايه اللي حاضر؟ لا لازم الاهلي ياخد موقف، بس بعد ايه؟ بعد ايه؟ انت حظوظك خلاص، حظوظك بقت مش موجوده. لو وصلت معايا الحته دي بالله عليك ما تاخدش عليها باللايك. حظوظ خلاص. الفرق الثانيه والفرق الثانيه مش هتسيبك تصعد. مش هتسيبك، يعني سان داونز عمره ما هيسيبك تصعد، لان عارف لو صعدت ممكن تطلعه زي ما حصل السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها بتهيألي لما صعدتوا انتوا الاثنين ورحتوا مطيروا. كفايه بقى، زهقنا من كره القدم يا جدعان. ده الواحد بيشوف المباراه بره. ده انا شفت ماتش اتحاد جده والنصر السعودي، ده احنا متاخرين قوي. اقسم بالله العظيم ده احنا متاخرين. في فرق في ايه؟ ان دي ناس بتحب البلد بتطور من الكره بتاعتها، وفي ناس هنا مش فارق معاها، ماشيه معاها انتماءات، ماشيه معاها سبوبه. السبوبه رايحه فين؟ هروح اجيبها. بقول لك بتفرج على ماتش الاتحاد، تصوير لعيبه محترفه، لعيبه كواليتي غير الكواليتي اللي عندنا خالص. هو حد يقول لي فلوس؟ لا يا عم الحاج، ما جنوب افريقيا اهي. شفت اللعيبه المحترفه بتاعتها؟ شفت اللعيبه المحترفه بتاعت تونس؟ شفت اللعيبه المحترفه بتاعت المغرب؟ احنا ما بنعرفش ننقي، ما بنعرفش نجيب لعيبه، ما بنعرفش نجيب لعيبه. ماتش للنسيان، ماتش للنسيان. وان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله الاهلي يصعد. بس انا بقول لك يعني هم قالوا هيلعبوا على الفوز، بس افلح عن صدق زي ما بيقولوا يعني. ولا فوز ولا مش فوز، لا فوز ولا مش فوز. خلاص كده الموضوع خلص والموضوع مات. بس ممكن سان داونز يلعب على صدارة المجموعة، اصل 9. ممكن بقى يعملوا بقى ايه؟ يعملوا اتفاقية نتعادل. يا عم انت سان داونز خليك اول وانا خليني تاني، وننطر بقى الاهلي، وننطر الاهلي. بس يا ريت على اداره النادي الاهلي لو الزمالك صعد ما يبقاش في تاجيل لاي مباراه. يا ريت على اداره النادي الاهلي لو الزمالك صعد ما فيش لاي مباراه. انا مش بدي مبررات ولا بطبل، لا، بس انا بقول حقيقه جماهير الاهلي شايفاها. اللعيبه وحشه زي الزفت، بس ده اجهاد. اللعيبه مش قادر تشيل رجليها، وطالما خلاص انتهينا، خلاص تعب، يبقى هيتعب كله. انا حلقتي خلصت. بالله عليك ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.